السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم ارحم أمواتنا جميعا يا رب العالمين، وارحم والدي ووالدتي اللهم أمين. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. ان شاء الله النهاردة هنعمل المخلل اللفت. عملنا كذا مرة مع بعض كذا نوع مخلل، عملنا خيار وعملنا فلفل وعملنا الزيتون ومعاه الفلفل الشطيطة، وكمان هنعمل النهاردة اللفت. أي حاجة في السوق تنفع تتعمل مخلل هنجيبها ونعملها مخلل. ليه بقى يا جماعه؟ لان دلوقتي قبل اول ما نعمل اي حاجه زي ما شايفين انتوا على الشاشه كده، يا ريت تحطوا لايك وسبسكرايب لمطبخ اميره وريماس، وشيروا ان شاء الله الفيديو. يا ريت تسيبوا لي كومنت حلو منكم كده علشان خاطر يرفع الفيديو معايا، واللايكات يا جماعه، اللايكات بترفع الفيديو معايا من فضلكم لو سمحتوا بليز. انا محتاجه لايكات كتير، ويا ريت تشيروا الفيديو عشان برضو الاشتراكات ان شاء الله قربنا، يعني ايه نخلص ال 500 عشان نقدر نحقق اول بند بالنسبه لنا، ان اليوتيوب يعترف بالقناه وكده، يعني ان شاء الله باذن الله. وانتوا معايا ان شاء الله، انا هنجح بيكم باذن الله. نرجع بقى للموضوع بتاعنا. هنا لفت بصراحة هو جاي لي هدية، بس اعتقد ان هو في السوق مش غالي، تقريبا الكيلو ب5 جنيه او حاجة. مش هدية يعني، واحدة صاحبتي بتحب او لما بتتفرج عليا بتقولي بتعملي مخللات كتير، فانا جبت لفت، اخدت العنقودات بتاعته وجبت لك بقى الباقي، انت خدي بقى خليه ولا شوفي انت تعملي فيه ايه. فطبعا هي بالنسبة لي جابت لي كنز، يعني لان الحقيقة كنت مكسلة جدا ان انا انزل السوق اشتري، لان المخلل اللي انا بعمله في البيت قرب يخلص عندي، وانا ما كنتش بشتري من بره. ليه بقى؟ انت لو عندك عزومه او يعني السفره بتاعتك مكونه من كذا فرد، عشان تحطي مخلل مش محتاجه مثلا، او محتاجه مش اقل من كام، من 3 اطباق في النص كده في وسط السفره. طبعا دلوقتي انت عشان تنزلي تجيبي مخلل ب10 جنيه مش هيكفي، بيبقى حبه مش كتير، قليلين جدا، غير ان هم بيبقوا تحس ان هو دايب او مهري عند البقال او عند السوبر ماركت اللي بتشتري من عنده. طب وعلى ايه؟ طب ده احنا بنتكلف في الشراء كتير جدا عما احنا نجيبه ونعمله في البيت بطريقه اسهل واضمن وانضف. انت بتعمليه بايديكي وغسلاه كويس وحافظاه كويس، وبرطمانات معقمه والميه معقمه، لا وكل حاجه نضيفه. عشان ايه؟ يعني ما بياخدش مننا وقت خالص، وطريقته تافهه يعني سهله جدا. هنا بقى كنت انا تقريبا ده كان حوالي 2 كيلو، شطفته كويس قوي لانه كان بيبقى مليان طين من عند ايه الراس بتاعته كده، بيبقى فيه طين، خلي بالكم. يعني انا نقعته الاول وبعدين شطفته مرتين، ورجعت حطيته ايه في ميه كده نظيفه وفيها حبه خل، بحيث انه لو في اي ميكروبات او ايه مش عارفه بيقولوها ايه من بره، من الطبقه الخارجيه يعني عليه، تتشال معانا ويبقى نظيف وزي الفل. وقطعناه، وقطعيه بقى الاول يعني حاجات طويله كده، شرايح طويله، وبعدين قطعيه مكعبات. عايز تعمليه شرايح طويله بس ورفيعه براحتك، طبعا التقطيع ده حسب ما انت بتحبي شكله، او حسب ما انت بتحبي تقطيعه يعني. انا طبعا عشان في اطفال فيبقى في التقطيع بيبقى صغنن كده شويه، اسهل واحسن، بحيث ان هم برضو لو اخدوا واحده وما حبوش يكملوها ما تبقاش الايه يعني يرموها والدنيا تبوظ مننا يعني، والمخلل يخلص بسرعه والحاجات دي. فقطعوه بقى التقطيع اللي انتوا عايزينها ان شاء الله باذن الله. انا هلم لكم كل المخللات في فيديو واحد زي ما لميت لكم كده التورته. كان في ناس كتير قالوا لي على فيديو التورته حلو قوي، ان انت لما لنا كذا نوع تورته في فيديو واحد، لو حابين تعرفوه ارجعوا له تاني. هو اسمه 3 تورت باشكال واحجام مختلفه، وطرق كمان كذا طريقه مختلفه. هعمل لكم برضو المخلل باذن الله في فيديو واحد، اللي احنا عملناه الفلفل والزيتون والخيار والمخلل ده، اي حاجه ينفع تعمل مخلل. وهنعمل مع بعض بصل باذن الله المره الجايه، وجزر كمان. هنا بقى انا كنت جايبه ميه حوالي 2 لتر وغليتها زي ما احنا متفقين، وسبتها تبرد تماما. ميه المخلل لازم تكون بارده يا جماعه، ومغليه، يعني مغليه وبارده. تغليها، ده التعقيم بتاعها تكون ميه مغليه عشان ما تعملش معانا ريم على وش المخلل خالص. هنغليها ونسيبها تبرد تماما. طبعا مش يعني ما فيش مشكله لو غلينا ميه كتير، بحيث ان هو ايه لو احتاجنا ما نحطش طبعا ميه من الحنفيه، انه مش هينفع، هنبوظ معانا المخلل خالص. فيعني نغلي حوالي 2 لتر، 2 ونص، يعني اكبر حله عندك اغليها وسيبيها تبرد. يعني اغلي من الصبح مثلا وراكي حاجه خلصيها وسيبيها تبرد معاكي بسرعه. وحطينا فيها الملح زي ما اتفقنا. برده ازاي نظبط الملح؟ هتحطي الملح على قد ما تحسي وانت بتدوقيه ان هو مالح قوي جوه الميه. ليه؟ لان المخلل بيشرب الملح. ولو حسينا بعد كده ان المخلل ملحه زياده، هنقول دلوقتي هنعمل فيه ايه،
برضو بطريقه سهله قوي. انا جبت الحله وغليت الميه زي ما قلت لكم، سبتها تبرد وحطيت الملح ودقته، وبعدين حطيت معاهم معلقتين فلفل احمر اللي هو الشطيطه ده، لو انتوا مش حابين انتوا حرين براحتكم. وقلبتها وجبت البرطمانات وكبست فيها اللفت كويس جدا. يعني حطي اللفت واكبسيه على بعضه، ما يكونش فيه فراغات ما بينهم، تحس ان البتاعه خلاص مليانه على الاخر يعني، ما تسيبيش ما بينها وبين الغطا فراغ كبير يعني. هنا بقى ملينا البرطمانات بتاعتنا الميه، وسيبنا جزء من فوق فاضي. هنقول ليه دلوقتي. اللي هيسالني يقول لي انت ما حطيتيش خل ازاي، انت حطيتي ايه؟ قلت لهم ده عباره عن ميه وملح، وطبعا الفلفل الاحمر اللي انا دايما، الشطه اللي انا دايما طحنه وسايباه عندي في الفريزر. وزي ما مكتوب على الشاشه يا جماعه قدامكم، يا ريت لايك وسبسكرايب لمطبخ اميره ورماس وشير ان شاء الله، ويا ريت تسيبوا لي كومنت حلو منكم كده عشان الفيديو يترفع معانا. حطوا لي لايك بعد اذنكم لو سمحتوا، لو كنتوا وصلتوا لحد هنا. نكمل بقى الفيديو بتاعنا. هنملى اهو. انا كده برضو شايفين انا سايبه جزء صغير من البرطمان فاضي، وهنقول ليه دلوقتي. والبرطمان الصغير كمان ما شاء الله عمل معايا كميه حلوه. انا عاملاه بالظبط بقالي حوالي يعني هو قعد معايا في التخليل حوالي اسبوع الا يوم، وكان زي الفل. انا هنا حطيت على الوش ربع كوبايه خل في البرطمان الكبير ده، ربع كوبايه خل. اما البرطمان الصغنن ده بتاع المربى الصغننه دي حطيت حوالي معلقتين بس من الخل، لان هو صغنن. لكن البرطمان الكبير ده حطيت فيه ربع كوبايه من الخل. وعلى الوش كده رشينا شويه زيت عشان يحفظوا، وهنا برضو رشينا شويه زيت، ومفيش اكتر من كده. هو ده اللفت، هو ده المخلل بتاعنا في كل طريقه، هي ده اللي احنا بنعمله. ما بنعملش حاجه اكتر من كده، ما بنحاولش نحط حاجات كتير. لو انت طبعا اللفت ما بتحطش معاه فلفل، انا ما اعرفش، بس انا ما بحطش معاه فلفل شطيطه. انا الفلفل ده احطه مع الفلفل الاخضر العادي، واحطه مع الزيتون، لكن ده لوحده. هتقولي لي ما حطيتيش لفت، هقول لك انا فعلا ما كانش عندي يوميها لفت خالص عشان يديله اللون الاحمر. بس انا هقول لك دلوقتي اللون اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو ده امال جه منين، هنعرف دلوقتي جه منين. قفلناه كويس جدا. جبنا كيس التلاجة، الكيس العادي التلاجة، يعني طبقته على بعض 4 تطبيقات كده، وغطيته برده منعا لان يخش له اي هواء واي تسريبات لو انا بقلبه. برده البرطمان الصغير ده بقى افضل حاجه، ان انت برده تضمني ان ما يخشلوش هواء او اي حاجه من كده، وتحطي الكيسه وتقفلي البرطمان كويس جدا معاكي. هيقعد معاكي اسبوع بالظبط ان شاء الله، وهيبقى تمام وزي الفل وتاكليه. لو انت فتحتي عليه وحسيتي انه فيه الملح زياده، موضوع بسيط جدا. هتجيبي كوبايه كبيره، مج كبير يعني كده محترم، هتغليه وتسيبيه يبرد خالص، وهتيجي تفتحي البرطمان وهتصبي منه زي المج ده، ترميه وتروحي حاطه مكانه المج اللي انت كنتي غاليه وسايباه يبرد، وقلبيه قلبتين كده وسيبيه زي ما هو، هيعادل الطعم معاكي. بس طبعا ده لو انت مكتره الملح وحسيتي ان هو ملحه كتير. هنا بقى كان بعد اسبوع والله العظيم اللون الاحمر ده منه فيه. انا ما حطيت اي حاجه غير اللي انتوا شفتوها خالص. بسم الله ما شاء الله، كان لونه حلو قوي قوي قوي. انا دايما كنت بحط معاه حته بنجر، لكن بالفعل زي ما قلت لكم ان انا ما كانش عندي. هو لونه الاحمر ده منه فيه كده يعني. انا بعد اسبوع لقيت اللون بدا يحمر قوي بالطريقه دي، تقريبا من الفلفل وكمان من البنجر نفسه. ما شاء الله، هو البنجر اصلا كان حلو. انا صراحه لونه عجبني قوي ما شاء الله. كان كمان طعمه حلو جدا. وزي ما قلت لكم لو انتوا حاسين ان هو هيبقى مالح قوي، بعد ما تفتحي عليه يعني الملح بتاعه زياده، هتجيبي مج وتغليه، مج كبير محترم كده، وتغليه وتسيبيه يبرد تماما، وتشيلي قد المج ده من البرطمان ترميه، وترجعي تحطي مكانه المج اللي انت غليتيه. وقلبيه برده كده زي ما احنا قلبناه في اول الفيديو، وهيتعادل معاكي الطعم او الملح بتاعه، وهيبقى تمام وزي الفل وما تخافيش خالص. اتمنى بقى يكون الفيديو عجبكم ان شاء الله، وتجربوا الطريقه باذن الله وتعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.